هشرح ازاي الكمبيوتر بيشتغل وهبدأ بالشاشة. لو قربنا من الشاشة هنلاقي انها بتتكون من الوان مختلفة صغيرة. هتلاقي الالوان دي احمر واخضر وازرق. طب احنا لو خلطنا الاحمر مع الاخضر هتلاقيه اصفر، احمر مع الازرق يدينا بامبي، الاخضر مع الازرق يدينا لبني. طب لو خلطنا التلاتة مع بعض يدينا ابيض. فنلاقي هنا ويكيبيديا مثلا التلات الوان منورين يبقى معناها هتظهر اللون الابيض. طب احنا نقدر نتحكم في كل الالوان اللي موجودة على الشاشة دي، لان الشاشه بتتكون من ملايين البكسل. الثلاث الوان مع بعض بيتسموا بكسل. لو هنا بصينا على السلك بتاع الشاشه هنلاقيه بيتكون من 15 سلك بس. طب 15 سلك ازاي هنعرض فيه ملايين الالوان؟ هنا بنرجع للنقطه اللي بتشترك فيها الشاشه مع الكمبيوتر، وهي الدوائر الالكترونيه الرقميه. بنلاقي ان الدوائر دي بتتكون من حاجات زي ترانزستور. الترانزستور ده اكتشاف بيقول ان احنا لما احنا بنوصل الدايرة وبنحط فيه اشارة كهربائية في الترانزستور بتلاقي ان الاشارة دي خلت الدايرة تشتغل. طب احنا ازاي هنستفيد بان الاشارة خلت الدايرة تشتغل؟ هنلاقي ان احنا نقدر نعمل دوائر تانية مبنية على الترانزستور زي دايرة الاند. الدايرة دي بتشتغل في حالة ان احنا وصلنا اشارة على ال A وال B اللي هما اتنين ترانزستور متوصلين ورا بعض. في دايرة الاور بنشتغل الدايرة من خلال ان احنا يا اما نشغل الاشارة من A او B. طيب برضو احنا استفدنا ايه من الدوائر دي؟ هنبص هنا على موقع simulator.io هنلاقي كمبيوتر مصغر مرسوم كل المكونات بتاعة الكمبيوتر، بس كمبيوتر بسيط. هنلاقي هنا ان المكونات بتاعة الكمبيوتر فيها مجموعة من الدوائر دي اللي هي دايرة للجمع، دايرة للطرح. فاحنا نقدر نعمل عملية الجمع، الطرح، الضرب، كل العمليات دي موجودة في الكمبيوتر. طب انا دلوقتي عاوز اعمل عملية واحدة، مش هعمل كل العمليات دي. يبقى انا دلوقتي عشان اختار عملية من العمليات دي ممكن استخدم دايرة اند. الدايرة دي مكتوب هنا مرسوم دايرة اند ومعمولة فيه مستطيل. هنا لو حطينا اشارة صفر صفر واحد صفر، صفر بمعنى في دائرة بيضة، فهنحط هنا معنى ان مفيش اشارة صفر، ان مفيش كهرباء داخلة في السلك ده. طيب انا دلوقتي عاوز اشغل الدايرة اللي هي اند، فهروح مدخل الاشارة صفر صفر واحد صفر. طب عاوز اشغل الدايرة اللي هي سبتراكت، طرح، فهشغل واحد صفر واحد صفر. طب بس برضو انا دلوقتي بعمل برنامج يجمع او يطرح رقمين، انا هبعت الاشارة دي بافضل اكتب واحد صفر واحد صفر واكتب الارقام الصعبة دي. يبقى انا محتاج ان انا اعمل برنامج يروح محول الكلام الطبيعي اللي انا بتكلمه لارقام. وده اول حاجة عملوها عشان يسهلوا عملية البرمجة، وهي الاسمبلر اللي هو بيحول الكلام العادي اللي احنا عارفينه زي موف، زي اد، زي سبتراكت، بيحول الكلمات دي والحروف دي بيحولها للأرقام اللي المعالج يقدر يفهمها. وبعد كده قالوا احنا عاوزينها تبقى أسهل أكتر، فقالوا هنعمل بقى لغات البرمجة، وعملوا لغات البرمجة المختلفة والكتيرة اللي احنا نعرفها. نلاقي ان احنا بس بنكتب الأوامر بشكل احنا نقدر نفهمه زي print if. تلاقي ان طلع على الشاشة على طول الكلمة اللي احنا حاطينها في print if. طيب دلوقتي اول ما انا بشغل الكمبيوتر ايه اللي بيحصل؟ بروح مشغل الكمبيوتر، بيروح الكمبيوتر الاول عامل تشيك يشوف في رام، في معالج، في الحاجات دي كلها موجودة ولا لا. الحاجات دي كلها بتتم من خلال البايوس، اللي هو اول حاجة بتفتح اول ما الكمبيوتر بيفتح. بعد ما بيتأكد ان كل حاجة شغالة بيدي بقى الكنترول للبوت لودر. البوت لودر ده زي برنامج بيشوف ايه انظمة التشغيل اللي موجودة على الكمبيوتر، هل في ويندوز، هل في لينكس، هل في ماك. بعد ما بيشوف نظام التشغيل وبيختار نظام التشغيل بنلاقي ان هو بيبدأ يدي التحكم لنظام التشغيل، فنظام التشغيل يفتح ونشوف قدامنا مثلا نظام التشغيل، مثلا اندرويد، نشوف ويندوز، نشوف ماك، او ايا كان نظام التشغيل. بيروح بقى مسهل على البرامج دي انها تشتغل مع بعض. تلاقي ان برنامج مفتوح مع البرنامج التاني، ونلاقي ان البرنامج ده علق عادي نقفله ونشغل البرنامج التاني. لو مفيش نظام تشغيل مش هنقدر نعمل ده، هنشغل برنامج واحد بس على الكمبيوتر، وده مش احنا مش عاوزينه. فعشان كده نظام التشغيل بيكون جزء من الكمبيوتر. شكرا لكم على الاستماع، واتمنى تكتبوا تعليقاتكم.